السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. اليوم أحضرت لكم قصة مخيفة ومثيرة، متأكد 100% ستعجبكم. قبل ذلك، نحن الآن في 30,000 مشترك. شكرا لكم، شكرا لكم من القلب. عائلتنا بدأت تكبر، وإن شاء الله سنصل إلى 100,000 مشترك في أقرب وقت ممكن. والآن لنبدأ في قصتنا. في خريف عام 1957 انتقلت عائلة سميث إلى منزل قديم يقع على أطراف بلدة صغيرة في ولاية إنديانا. كان المنزل كبيرا بشكل غير متوقع مقارنة بسعره الرخيص، لكن الأب جون سميث لم يفكر كثيرا في الأمر، فقد كان يبحث عن منزل يناسب أسرته الصغيرة المكونة من زوجته ديبورا وابنتهما إيميلي ذات 6 سنوات. منذ اليوم الأول شعرت ديبورا بشيء غريب. كان المنزل مظلما حتى في وضح النهار، وكأن أشعة الشمس ترفض الدخول إليه، كما أن الجو بدا باردا بشكل غير طبيعي رغم أن الفصل لم يكن شديد البرودة بعد. لكن ديبورا لم تخبر زوجها، فهي لم تكن تريد أن تبدو وكأنها تتخيل أشياء لا وجود لها. بعد أسبوع من الاستقرار بدأت الأمور الغريبة تحدث. في البداية كانت مجرد أصوات خافتة، أشبه بخطوات تمشي ببطء في الطابق العلوي، رغم أن العائلة بأكملها كانت نائمة. ثم بدأت الأبواب تغلق من تلقاء نفسها، والأضواء تطفأ دون سبب واضح. وفي إحدى الليالي استيقظ جون على صوت نقر متكرر قادم من غرفة ابنته إيميلي. عندما دخل ليتفقدها وجدها مستيقظة جالسة في سريرها تحدق في زاوية مظلمة من الغرفة. سألها بقلق: إيميلي، ماذا تفعلين؟ نظرت إليه بعينيها الصغيرتين وقالت بهدوء: إنه الرجل ذو العيون السوداء، يقول أنه كان يعيش هنا قبلي. شعر جون بقشعريرة تسري في جسده، لكنه حاول أن يبقى هادئا. ظن أنها مجرد خيال طفل صغير، فأعادها إلى النوم وأغلق الباب. لكنه لم يكن يعلم أن هذا لم يكن إلا بداية كابوس مرعب. الرجل ذو العيون السوداء. بدأت إيميلي تتحدث مع هذا الرجل كثيرا، وكانت تخبر والديها بأشياء لم يكن من الممكن أن تعرفها وحدها، مثل أن المنزل بني قبل أكثر من 50 عاما، وأن مالكه الأصلي لم يغادر أبدا. ثم بدأت ديبورا تلاحظ أن ابنتها تتصرف بغرابة. كانت تستيقظ ليلا، تجلس أمام المرآة لساعات، تهمس بكلمات غير مفهومة، وعندما سألتها عما تفعله أجابت ببساطة: إنه يخبرني عن الأشياء التي فعلها هنا. في إحدى الليالي بينما كانت ديبورا تطهو في المطبخ شعرت بيد باردة تلمس رقبتها. استدارت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. ولكن عندما نظرت إلى انعكاسها في زجاج النافذة رأت رجلا طويلا يقف خلفها، عيونه سوداء بالكامل، يحدق بها بصمت. صرخت وسقط الطبق من يدها، وعندما التفتت لم يكن هناك شيء. بعد ذلك الحادث بدأت الكوابيس تلاحق أفراد العائلة. كان جون يستيقظ ليجد نفسه غير قادر على الحركة، كأن وزنا ثقيلا يجتمع على صدره. وفي كل مرة كان يرى في الظلام ظل الرجل نفسه يقف في زاوية الغرفة ويراقبه دون أن يتحرك. أما ديبورا فبدأت ترى خدوشا غامضة تظهر على جسدها أثناء النوم، وكانت تشعر كما لو أن أحدا يراقبها طوال الوقت، حتى عندما تكون وحدها. لكن إيميلي كانت الأسوأ حالة. أصبحت صامتة أكثر من قبل، وأحيانا كانت تستيقظ وتبدأ بالصراخ، تقول إنه رجل ذو العيون السوداء يريد أن يأخذها معه. وفي إحدى الليالي اختفت إيميلي تماما. استيقظ جون وديبورا على صوت صراخ قادم من غرفة إيميلي، لكن عندما اقتحم الغرفة كانت فارغة تماما. السرير كان مرتبا كما هو، النافذة مغلقة، ولا يوجد أي أثر لها. بحثوا عنها في كل مكان، في المنزل، في الحديقة، وحتى في البلدة، لكن لم يجدوا لها أي أثر. الشرطة لم تستطع تفسير اختفائها، فلم تكن هناك أي أدلة على وجود اقتحام أو هرب. لكن الشيء الوحيد الذي وجد في غرفتها كان ورقة صغيرة موضوعة بعناية على وسادتها.
مكتوب عليها بلون أحمر: لقد أخذتها كما وعدت. بعد اختفاء إيميلي لم يستطع جون وديبورا البقاء في المنزل. غادره على الفور، لكن ديبورا لم تستسلم وبدأت تبحث عن تاريخ المنزل. ما اكتشفته كان أسوأ مما تخيلت. اتضح أن المنزل كان مملوكا لرجل يدعى ماركوس براون، وكان قاتلا متسلسلا في الثلاثينيات. كان يستدرج الفتيات الصغيرات إلى منزله ثم يخفيهن في القبو، حيث لم يعثر على أي من جثثهن أبدا. بعد اعتقاله وإعدامه ظل المنزل مهجورا لسنوات، حيث أبلغ السكان المجاورون عن سماع صرخات أطفال في الليل ورؤية ظلال سوداء تتحرك خلف النوافذ. بعد 50 عاما من الحادثة تم هدم المنزل بالكامل، لكن الرعب لم ينتهي هناك. في عام 2010 تم بناء مركز تسوق في نفس المكان، لكن العمال الذين كانوا يعملون هناك بدأوا يتحدثون عن رؤية فتاة صغيرة تتجول بين الممرات ليلا، تبحث عن شيء أو شخص ما. وعندما راجع أحدهم تسجيلات كاميرا المراقبة، شاهد شيئا جعله يستقيل من وظيفته في اليوم التالي. والسبب أنه رأى في إحدى الزوايا المظلمة للمركز التجاري ظهرت فتاة صغيرة بفستان أبيض تنظر مباشرة إلى الكاميرا، وبجانبها وقف رجل طويل ذو عيون سوداء يمسك بها. لم يتم العثور على أي تفسير لهذه الظواهر حتى اليوم، لكن السكان المحليين يقولون أنه إذا مررت بجانب المكان بعد منتصف الليل فقد تسمع صوت فتاة صغيرة تامس قائلة: ساعدوني، إنه لا يريد أن يتركني أرحل. وهنا نصل إلى نهاية القصة يا أصدقائي. أتمنى أن تكون أعجبتكم. إذا أعجبتك القصة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس يصلك كل جديد. نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله.